يا جماعة بجد عايزة اقول لكم حاجة كده عن حوار بيضايقني انا شخصيا. الحوار ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحيوانات بتاعة الشارع. هقول لكم كذا حاجة، سواء انت بتحب الحيوانات او مش بتحبوها، بس هقول لكم كذا حاجة. امشوا عليها بجد وبلاش تعملوا حاجة عكسها يعني. بصوا، مبدئيا كده الكلام ده للناس اللي في البيت، اللي مثلا عندك مثلا فرف عايزين تقتلوه، تحطوا له سم او تحطوا له لزق، واللزق ده بترموه في الزبالة. ليه بقى؟ لان في قطط بتاكله، او كلاب، او يعني في ناس مثلا هتسمم فار، فبعد ما تسموه احرقوه. بلاش ترموه كده، تمام؟ او ارموه في مكان بعيد ما بيجيش فيه الحيوانات. ما فيش مكان بعيد احرقوه، ده الحل الوحيد ليه. لان انت مثلا حطيت فار اهو بالسم، القطه اجت اكلته هتموت. والله اعلم القطه دي مخلفه، انت بلاش تاخد ذنب على حاجه تافهه. اجا مثلا سم، ايا كان السم، بلاش تحط السم في الزباله. يعني ليه؟ لان في حيوانات بتبقى مستنيه اكل، فما تلاقي في سم حرام. اما تلاقوا شخص بيأذي كلب او حيوان، وقفوا، ما هياخدش منكم دقيقه والله. انت شخص معدي لقيت عيل صغير بيلعب بكلب اخد من مامته، قول له لا يا حبيبي، روح العب معاه مع مامته، بلاش تأذيه. لقيته رابط كلب، لا بلاش، حرام. انا زوري وجعني مش حرام تربط كلب مثلا وتسيبه، لان الكلب مع الوقت يعني هيتخنق. كل ما يكبر الرابطه صغيره عليه بتصغر فهيتخنق. فبلاش، انت لقيت كلب او لقيتي كلب مربوط، شيل منه الرابطه اللي في رقبته دي، لان هيتعذب بعد كده. انا شخصيا في حاجه بعملها، ايه هي؟ لما مثلا ابقى عارفين انتوا علب التونه او علب السمنه، لما بستخدمها بقفلها تاني زي ما كانت، مش بفتحها على الاخر اما اجي افتحها، عشان اما اجي اقفلها حلو، عشان ما تدخلش في وش اي حد او تاذي الناس اللي بتاكل من الزباله. في ناس طبعا بتاكل من الزباله وبتدور في الزباله على كراتين وحاجات عشان ما تاذيهمش. ما عادش قادره اتكلم. لو مثلا في كوبايه اتكسرت، اربطوها في شنطه وحطوها في الزباله، ما تسيبوهاش كده. يا جماعه اقسم بالله انا بقعد احط الحاجه المكسوره في كميه شنط عشان ما تقعش في ايد حد، او الناس اللي بتدور في الزباله ما تتجرحش منها، او اللي بتشيل الزباله. والحقن نفس الموضوع. ليه واحد يبقى بيشيل الزباله يتعور من حقنه وانت حاططها، مش حاططها بالغطا بتاعها؟ فاهمين ازاي؟ يعني مش الكلام ده للحيوانات بس، لا، والبني ادمين كمان، لان في بني ادمين حياتها في الزباله. عشان ما تاخدوش ذنب. اي حاجه، اي اكل مثلا حاطينه للفئران عشان تسموه مثلا، وحاطين فوقه سم، ده احرقوه، ما ترموش في الزباله. يعني دي حاجات بسيطه والله العظيم هتفرق جدا معاكم. فاهمين ازاي؟ فيا ريت تسمعوا النصايح دي، لان النصايح دي